السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض زبادي الفراولة ونعرف كل عوامل نجاحه. زي ما انتوا شايفين وكده ما شاء الله طالع كريمي جدا وما فيهوش اي مية ولا فيه اي سوائل، وطالع معانا ناجح جدا. فهنعرف كل التفاصيل مع بعض وتتابعوا كل خطوات الفيديو عشان نعرف الزبادي طالع بالشكل الكريمي ده كده ازاي ما شاء الله. فهنبتدي كده مع بعض ونقول بسم الله. انا معايا كده كيلو من اللبن او كيلو من الحليب. رفعته كده على النار. يا دوب بقى هستنى لما ياخد اول غلوة كده. طبعا انا معلية هنا عليه اهو. هياخد اول غلوة، وبعد ما ياخد اول غلوة هنروح موطيين البوتاجاز عليه خالص كده زي الشمعة. وهنبتدي نسيبه من بعد ما يغلي بتاع 8 دقايق كده، من 8 ل 10 دقايق، عشان المية اللي فيه يعني المية اللي موجودة في اللبن او نسبة المية اللي موجودة في اللبن تبتدي تنشف وتجف معانا. ماشي بالشكل ده كده. طبعا انتوا شايفينه هو كده بيغلي، هو انا مطيه عليه ما رفعش ولا فار ولا حاجه. ماشي كده. انا طفيت عليه وهو كان خلاص بقى خد ال8 دقايق بتوعه، وسبته بقى لما برد فعمل زي وش كده. فانا هشيل الوش ده كده خالص مش محتاجاه. ماشي بالشكل ده. وهبتدي بقى احط له السكر. طبعا انا كيلو اللبن حطيت له هنا 5 معالق سكر. انا لازم احط السكر عشان حاطه طبعا باكو من ايس كريم الفراولة، وده بيبقى محتاج سكر. ماشي. هبتدي بقى هنا اجيب علبة زبادي اي نوع اللي بتستخدموه عادي يعني. وهبتدي كده احط عليها شوية من اللبن، لمجرد بس اني اخلط اللبن في الزبادي كده كويس عشان يفكوا بالشكل ده. ماشي. هبتدي هنا طبعا اجيب بقى العبوة بتاعة الايس كريم الفراولة بالشكل ده، وهفتحها وهفضي كل العبوة على الكريم واللبن، على الزبادي واللبن بالشكل ده كده. وهبتدي بقى طبعا اقلبه كده الاول بالشكل ده. اللون بقى طبعا بدأ يبقى مديني كده لون الفراولة الفاتح بالشكل ده. هبتدي بقى انزل كده المزيج ده كله على كيلو اللبن. طبعا الخطوة المهمة بقى اللي مش هتطلعه كده مفتفت وعام في حتت كده مجبنة معانا، ان احنا هناخد الخليط ده وهنضربه في الخلاط عشان لو في اي حاجة تفك معانا ويطلع معانا كريمي. هبتدي طبعا كده انا كنت خلطته خلاص. هبتدي بقى كده اعبيه في الكوبايات بتاعته بالشكل ده. طبعا ضربة الخلاط دي مهمة قوي عشان تطلعه كريمي وناعم معانا كويس. هيبقى عامل زي الكريم شانتيه كده ناعم جدا. هبتدي طبعا انا باخد بس الوش كده بيبقى فيه زي رغوة، انا بسحبها كده بالمعلقة في كوباية. الكوباية دي برضو كان فيها شوية لسه من الزبادي، فانا قلت الم عليها بقى الرغوة عشان هرجع اوريها لكم بيبقى شكلها عامل ازاي. طبعا انا لميت كده الرغوة من كل الكوبايات بالشكل ده. وابتدي كده ارصهم واظبطهم. وابتدي بقى طبعا الكوبايات دي عندي ليها غطيان كده صغيرة بصراحة. ده اللي بيطلع برضو الزبادي ناجح قوي، ان انا بغطي كل كوباية كده بحاجة. ولو ما عنديش الغطيان ده انا ممكن اكفي عليه صينية واحط برضو فوقها الفوطة عادي. ماشي. ابتدي بقى طبعا كده كوب المية السخنة. طبعا هنا كنت مشغلة بقى الفرن كده ليه 5 دقايق على العالي. وهبتدي اغطي بالفوطة واطفي بقى الفرن، واخد الصينية كلها واروح حطها في قلب الفرن كده. طبعا بعد ما خدت معايا 10 ساعات بالشكل ده. طبعا هبتدي كده اشيل بقى الغطيان. ما شاء الله هو كده كنت لسه كمان ما دخلتوش التلاجة يعني كده، كنت مطلعاه من الفرن على طول. قعد 10 ساعات في الفرن بالشكل ده. الفرن انا ما شغلتوش غير قبل ما احط الصينية، هي 5 دقايق بس ورجعت طفيته. بس شوفوا بقى ما شاء الله، يعني الكوبايات هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان انا اتكلم عنها خالص. ما شاء الله ماسكة نفسها جدا حتى من قبل ما تدخل التلاجة. دي طبعا الشوية اللي انا كنت قايله لكم عليهم اللي انا لميت فيهم الوش. شوفوا بقى ما شاء الله، الله اكبر، يعني تحفة. يعني هو كده كان لسه والله ما دخل التلاجة، كنت لسه مطلعاه من الفرن. ما شاء الله ما شاء الله. يعني هو انا بدون حلفان يعني مش هقول لكم زي بتاع بره، بس
انا اقدر اوعدكم ان هو يبقى احلى من بتاع بره ب100 مره. ما شاء الله. طبعا انا كافيه الكوبايات اهو، مفيش ولا نقطه ميه ولا سايب. شوفوا بقى متماسك وكريمي جدا انه ناعم قوي قوي قوي. طبعا اللي مخليه ناعم كده الخطوه اللي احنا عملناها بتاع ان احنا نضربه في الخلاط. شوفوا بقى بالشكل ده ما شاء الله. واللي بيطلعه متماسك قوي. وزي ما انتم شايفينه كده ان احنا بنغطي كل كوبايه، ممكن تغطوها حتى بورق زبده باي حاجه يعني. بس طبعا لما بتتغطى وفوقيها الفوطه بتبقى طبعا النجاح بتاعه بيبقى كويس ما شاء الله. طبعا كده معانا اهو، بجيبها يمين بجيبها شمال ما شاء الله، هي متماسكه جدا، ما نزلش منها طبعا ولا اي نقطه ميه. ما شاء الله. وطبعا الطعم فعلا كان حكاية، طعمها كان جميل جدا. طبعا زبادي الفراولة ده محدش بيختلف عليه خالص، كلنا بنحبه الكبير والصغير. يعني انا هنا بقى حبيت العب بالكوبايات كده، فكفيت كوباية وكل واحدة فوقها اختها. يا ريت يا جماعة اللي اول مرة يشوفني يعمل اشتراك في القناة عشان يوصلوا كل الاشعارات الجديدة. وهتنسوا بقى تدينا لايكات كده، ويا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم باذن الله. كده طبعا انا هاخد بقى الصينية وهطلع على التلاجة. السلام عليكم.